الجبسن بورد من البنود اللي احنا بنركز فيها وبنشتغل فيها برضو، وفي كذا مدرسه في الجبسن بورد. في مدرسه بتركب الجبسن بورد قبل مرحله السيراميك، علشان خاطر ايه، يركب ما السيراميك ما يحصلوش اي مشكله. بس احنا طبعا بنفضل ان احنا نركبه بعد السيراميك. ليه؟ وبنفرش طبعا كرتونه على السيراميك عشان ما يحصلوش مشكله ولا حاجه. بس احنا بنفضل ان احنا نركبه بعد السيراميك علشان خاطر نقدر نقفل على الاجزاء بتاعه الحمامات والمطابخ، تكون متقفله لما يبقى في حوالي 10 سم او 7 سم بين السقف وبين الحيطه. ده طبعا لو ركبنا بعد السيراميك قبل السيراميك، ده بيخلينا ان احنا نركب زاويه فيوتك او حاجه. انما احنا لو ركبناه بعد السيراميك ده بيبقى كويس، او بنضطر ان احنا ندخل صنايعي الجبسون بورد مرتين. كمان احنا بنركز على الماجنتيك تراك، ان احنا نقول للعميل لو هيعمل ماجنتيك تراك ده بتاع الجبسون بورد هو اللي بيركبه في الفتره بتاعه تركيب الجبسون بورد عشان ما يحصلش اي مشكله. كمان بنركز ان الحمامات بتكون بالاخضر عشان ضد الميه، والمطابخ بالاحمر عشان ضد الحراره. وطبعا كناوف وصاج 4 من 10 ده من الحاجات اللي احنا بنركز عليها علشان نقدر نطلع مستوى شغل كويس. وكمان بنشوف الديكورات الحديثه، لو كان فيلات مثلا الافضل يكون فيلات، او الغرف مثلا لو بيوت نور او فيلات برضو يستحسن. حمامات المطابخ لازم نركز ان هي تبقى فيلات عشان نقدر نوزع فيها اضاءه مناسبه، لان الحمامات والمطابخ تحتاج اضاءه كويسه، فلازم نزود يبقى على الاقل الحمامات والمطابخ بتكون فيلات. ده من الحاجات المهمه جدا اللي احنا بنركز عليها. كمان بنركز مع صنايعي الجبسن بورد ان هو يضيق المسافات مش اقل من 40 او 50 بالنسبه للاوميجا او بالنسبه للصاج بتاعه اللي بيحطه، علشان خاطر يخلي مستوى الجبسن بورد محمل وكويس نقدر نشتغل عليه بعد كده. في التفتيحات نركز على تفتيحات الكهرباء، لما يعني مثلا احنا عندنا البلان بتاع الكهرباء علشان خاطر ما حدش يجي يفتح يقطع في الاوميجا بعد كده، ويبقى شكل السقف فيه مشاكل او يحصل مشاكل او تريحات في السقف بعد كده. فدي من الحاجات المهمه جدا. توزيعات الاضاءه بننسق مع العميل وبنقدر نوزع الاضاءه بشكل جميل جدا ومنسق علشان يطلع الديكور بتاعنا في السقف، لان من ضمن ديكورات الشقه بيبقى الاضاءه اللي موجوده في الشقه، سواء جبسن بورد، سواء مثلا سواء ماجنتيك، سواء بروفايل، سواء سبوتات. كل الحاجات دي، سواء الاباليك اللي بنعملها في على الحوائط، كل الديكورات اللي بتتعمل في شقه بالنسبه للاضاءه، دي من الحاجات اللي بتخلي شكل الشقه يطلع جميل ومنسق بعد كده. فدي من الحاجات اللي لازم نركز فيها جدا وننسق مع العميل على الاضاءه عشان تطلع الشقه شكلها جميل جدا ومنسق.